أهلا بيك، أنا سارة وحابة ناخد هدنة صغيرة نحكي فيها عن اللي جوانا ونسمع نفسنا من جديد. دي رحلتنا سوا، ويلا بينا. تفتكر لو كل الناس حواليك صدقوا كدبة وعايشين بيها، هتعرف تفرق إنها كدبة؟ ولو شككت، هل هتقدر تصر على رأيك ولا هتضطر تصدق عشان ما تبقاش لوحدك؟ في حاجة اسمها الوهم الجماعي أو الوهم الجماعي، واللي بيعيش فيه بيحس إنه شايف الحقيقة، لكن هو عايش في الخيال الجماعي الكبير وبيشارك في خداع نفسه بنفسه. يعني خليني أوضح لك شوية. يعني إيه وهم جماعي؟ الوهم الجماعي هو حالة نفسية اجتماعية بتحصل لما مجموعة كبيرة من الناس تصدق حاجة مش حقيقية وتعيش جواها كأنها واقع. الكارثة مش إنهم مصدقين، الكارثة في إنهم بيكذبوا أي حد يقول الحقيقة وينتقدوه. يعني العقل الجمعي يسيطر على المنطق، وتبقى الكذبة هي الحقيقة الوحيدة المعترف بها. زي مثلا جماعة تؤمن بشيء ما متطرف أو عدواني أو غير إنساني مثلا، وكل ما يزداد عددهم كل ما يترسخ الإيمان الخاطئ ده عندهم. طيب ليه بنصدق الوهم الجماعي؟ يمكن الخوف. الإنسان بطبعه بيحب ينتمي، فلما بيلاقي نفسه وسط ناس مصدقة أو مؤمنة بحاجة معينة، حتى لو حاسس إنها غلط، بيخاف يقول رأيه، ينتقد، يستبعد. كمان الإنسان بيحس براحة ناحية إن الأغلبية تكون صح. لما كل الناس ماشية في نفس الاتجاه، تحس إنك أنت اللي غلط. المخ بيقنعك إن الأغلبية أكيد عندها حق. ما نستبدل التفكير المنطقي بالتقليد والشك بالثقة العمياء. سبب آخر ومن أهم الأسباب النفسية هو اللاوعي الجمعي. العقل الباطن بيتأثر بالجو العام والمشاعر السائدة. لو كل الناس خايفة هتخاف، لو كل الناس بتسخر من حاجة معينة هتسخر من غير ما تدرك، وده بيخليك جزء من المشهد من غير ما تحس. تجارب كتير جدا وأبحاث أثبتت الكلام ده، زي مثلا تجربة سولومون آش، واحدة من أشهر التجارب في علم النفس الاجتماعي. لكن هو عمل أكتر من تجربة تأكد فكرة تأثير الجماعة على الفرد. عمل تجربة اسمها تأثير الأغلبية في الرأي الشخصي. خلينا أوضح لك أكتر. جاب مجموعة من الأشخاص وطلب منهم يقيموا مجموعة من الصور أو القطع الموسيقية أو اللوحات الفنية الغير واضحة أو قابلة للتفسير. في كل مجموعة كان في شخص واحد بس هو المشارك الحقيقي في التجربة، والباقيين كلهم ممثلين متفقين مع الباحث. الممثلين كانوا بيبدأوا كلهم يتفقوا على نفس الرأي من صورة معينة، زي مثلا الصورة رقم 3 أجمل صورة بفرق كبير، رغم أن الصورة رقم 3 كانت عن قصد أقلهم وضوحا أو جمالا. فكان لما بيجي دور الشخص الحقيقي في الغالب كان بيغير رأيه علشان يمشي مع الجماعة، أو بيشك في نفسه ويعتقد إن هو اللي مش فاهم، أو حتى لو قال رأيه الحقيقي فكان بيبقى بتردد أو توتر واضح عليه. الفكرة أثبتت إن ممكن رأي الأغلبية يأثر على تقييمك لحاجة بسيطة زي كده، وكمان يؤثر على سلوكياتك، لأن من خطورة الوهم الجماعي إعدام التفكير النقدي، فيخلي الإنسان يفقد قدرته على السؤال والتفكير والشك، ويساق وراء القطيع حتى لو يذهب نحو الهاوية. ومن خطورتها كمان تكريس الظلم والخرافة. لما الناس كلها تصدق ان الظالم مظلوم او العكس، بتترسخ صورة كاذبة. وللأسف كمان السبب الاجتماعي اللي بيساعد الفرد على انه يندرج وراء القطيع او الوهم الجمعي او الجماعي هو الخوف من اضطهاد المختلف. اي حد بيقول الحقيقة بيتهاجم، بيتقال عليه شاذ عن القاعدة، غريب، او انه مش طبيعي، لمجرد انه بس يرفض او يعترض بعض الأعراف الغير صحيحة أو محاولته لتصحيح بعض الأكاذيب الشائعة. طيب إزاي أخرج من الوهم الجماعي؟ بالسؤال. السؤال دايما هو الحل. اسأل ودور على المصادر، ما تصدقش كل حاجة تتقال، رجع المعلومة لأصلها. اسأل أهل العلم واعرف مين قال وصالح مين. ولما توصل للليفل ده لازم تعرف نفسك. لازم. اللي واثق في نفسه مش بيخاف يكون مختلف، عارف انه ممكن يكون الوحيد اللي صاحي في وسط ناس مغيبة.
تتعلم تقول لأ، حتى لو كل الناس قالت أيوة. لو مش مقتنع لازم تقول لأ. في النهاية حابة أقولك الحقيقة عمرها ما كانت محتاجة أغلبية عشان تكون حقيقة، والحق عمره ما بيخاف من قلة اللي بيقولوه. الوهم الجماعي بيبدأ لما الناس تسكت مش لما الكذبة تتقال، وبيكبر لما نخاف نختلف ونفضل نردد اللي حوالينا حتى لو مش حاسين بيه. ما تبقاش مجرد صدى صوت غيرك، خليك صوت حقيقي حتى لو واقف لوحدك، لأنك لو فقدت صوتك هتعيش إمعة في عالم كله صخب بس مفيش ولا كلمة صدق. وبس كده. الحلقة خلصت بس الكلام ما بيخلصش، ولو كلامي فرق معاك اعمل شير للي ممكن يكون محتاجه، وما تنساش تعمل سبسكرايب علشان نكمل الرحلة سوا. باي.